ون بيس. يعتبر ون بيس من أكثر الأنميات التي ظهرت عنها نظريات عبر التاريخ لكثرة حلقاته وأحداثه. اليوم جبت لكم أكثر 5 نظريات مجنونة عن أنمي ون بيس. لمعرفة ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب، وهيا بنا إلى الفيديو. النظرية رقم 5 متعلقة بملك القراصنة جولدي روجر. من منا لا يعرف هذه الشخصية الذي عدمت في أول حلقة، وكانت أول شخصية تظهر وأول اسم يتم الإفصاح عنه، وماتت، هذا وهو معروف عنه. ولكن بعض الفانز المتعصبين للأنمي والمحنكين فيه لديهم رأي آخر. يقول البعض أن جولدي روجر لا يزال على قيد الحياة. فكيف ذلك؟ لقد استعمل جولدي روجر فاكهة النسخ وقام شخص ما لم يقولوا من هو لأنهم لا يعرفون أصلا بنسخ جولدي روجر، وأصبح هو جولدي روجر وذهب إلى منصة الإعدام وأعدم هو. أما جولدي روجر فقد ذهب إلى رافتيل ينتظر فتى النبوءة، وأيضا الرجل الذي سيصبح ملك القراصنة مستقبلا. في إحدى أفلام ون بيس ظهرت شخصية من البرمائيين قالت أنها كانت تحدث جولدي روجر بالأمس، وقالت من المستحيل أن يكون ميتا. هذا هو الدليل الوحيد على هذه النظرية لذلك البعض. اكتب لنا رأيك عنها، وهل من الممكن أن تكون صحيحة؟ ولكن من وجهة نظري فأن جولدي روجر مات وشبه موت. النظرية رقم 4 مارشالو دي تيتش، أحد أكثر شخصيات ون بيس غموضا، ونكاد لا نعرف عنه شيئا إلا أنه كان في طاقم اللحية البيضاء منذ الصغر، وأنه أيضا انضم عمدا إلى طاقم اللحية البيضاء ليحتمي به، ومن ثم يظهر إلى العالم. بطريقة أو بأخرى ليس بإمكانك أكل فاكهة أي شيطان، لأن ذلك سيسبب ضررا ربما يؤدي إلى الموت. حسنا هذا ليس بالنسبة إلى مارشالو دي تيتش، فهو الشخصية الوحيدة الذي استطاع أكل فاكهة أي شيطان من دون أن يموت حتى. فكيف ذلك؟ لننظر إلى نظريات الفانز. يقول البعض أن تيتش ولد بإحدى المتلازمات، مما جعله يلد روحان في جسد واحد. هو كان يمتلك رأسان منذ الصغر، ومن ثم اقتص رأس وظل رأسا واحد، لكنه بقي شخصان في نهاية المطاف، وبذلك استطاع أكل فاكهة أي شيطان. يقول البعض الآخر أن تيتش أكل فاكهة الكراكن أو الأخطبوط، واستطاع أكل فاكهة الشيطان لأنه أصبح يمتلك أكثر من قلب وأكثر من شخص. أما النظرية الأقرب إلى الواقع أن مارشالو دي تيتش كان يملك أخان، ومن ثم أكلهم بواسطة فاكهة الزلزال، وأصبح 3-1 تماما كالنسكافيه. لا علينا، بذلك أصبح 3 أشخاص، أي أنه بإمكانه أكل 3 فواكه شيطان. والدليل على ذلك شعار اللحية البيضاء الذي يتمثل ب3 جماجم، وأيضا على خاصره دائما 3 مسدسات. ما رأيك بهذه النظرية؟ اكتب لنا في التعليقات. أما عن النظرية رقم 3 فهي عن أكاغامي نو شانكس، اليونكو الأقوى حاليا بعد سقوط كايدو والبيج مام. المعروف عن شانكس وعن شخصيته أنه محب للضعفاء وللخير، ولكن هناك بعض الفانز له رأي آخر، حيث أنهم يقولون أن شانكس بكى ذات مرة على سفينة جولدي روجر. هذه اللقطة كلنا رأيناها، والسبب أن روجر أخبره أنه ليس الفتى الموعود الذي سيصبح ملك القراصنة مستقبلا. لذلك قرر شانكس الامتناع عن البحث عن كنز الون بيس، وأيضا التريث وانتظار فتى النبوءة، مما دفعه إلى سرقة فاكهة الجومو من حكومة العالم كما ظهر في الفلاش باك في المانجا. وأن شانكس كان ينتظر فتى النبوءة أو الرجل الذي سيصبح ملك القراصنة مستقبلا ليدله على رافتيل من أجل أن يصبح شانكس ملك القراصنة مستقبلا. أما عن النظرية الأكثر تداولا عن شانكس فأن شانكس ينتمي إلى عائلة من التنانين السماوية، لكنه قرر الانفصال بعد ذلك بحثا عن الحرية، وأيضا لجأ إلى البحار وأصبح قرصانا. وهذا يفسر سبب دخوله إلى المارجوا مرة والتقائه بجيروسي، وأيضا واسطة شانكس لإيقافه حرب المارن وأخذ جثمان كل من إيس واللحية البيضاء دون امتناع من سينجيكو. النظرية رقم 2 هي عن أحد أعضاء طاقم قبعة القش. لا عليك، ليست عن لوفي ولا عن نامي بالتأكيد، إنها عن رورون وزورو. بعد صداقة دامت لأكثر من 20 سنة، وأيضا الإبحار على سفينة واحدة،
والامتثال لأوامر القائد وعدم الامتناع عنها لسنين مضت. ظهر الفانز بنظرية لا أدري من أين أتى بها بالفعل، ولكن اسمعوا ما قالوا. بعد أن يحقق لوفي حلمه ويصبح ملك القراصنة أخيرا، وهذا ما كان زورو ليموت من أجله في إركة ثريلر بارك، هنا ظهرت حنكة الفانز. هل تظنون أن كل شيء انتهى ولوفي أصبح ملك القراصنة والأمور على ما يرام؟ هذا ما كان يجب أن يحدث، ولكن للأسف لا. ما أن تطأ قدم طاقم قبعة القش رافتيل أخيرا ويصبح لوفي ملك القراصنة، يظهر رورون وزورو من العدم ويقول أوماي وا موشن ديرو، لقد انتظرت هذه اللحظة 20 عاما يا لوفي، الآن أصبح بإمكاني قتلك وأصبح أفضل سياد قراصنة في التاريخ. هذا السيناريو الذي قاله الفانز أن زورو سيخون لوفي، تخيلوا. الغريب من ذلك أن الفانز نسى تضحية سانجي الذي كان من أجل لوفي، واعتبروا أنه خيانة، وذهبوا وقالوا أن هذه تعتبر فخامة من رورون وزورو. ما هذا التناقض يا فانزة ون بيس؟ على مدار أكثر من 20 سنة وأكثر من 1000 حلقة، لطالما كان زورو العضو الأكثر وفاء للقائد، وكان الأكثر امتثالا وانتظاما من الآخرين. كيف لا وهو الذي قال إن الطاقم الذي لا يحترم قائده سينهار يوما ما بالتأكيد. إن هذه النظرية، وعلى الرغم من كونها مجرد فرضية من المتابعين من شدة حبهم إلى رورون وزورو، إلا أنها تعتبر إهانة لنائب ملك القراصنة الذي لطالما أقنعنا بحبه ووفائه إلى لوفي. لذلك انسوا هذه النظرية يا جماعة، لأنه مستحيل تصير، وكتبوا لنا رأيها عنكم أو رأيكم عنها في التعليقات. أما عن النظرية رقم 1 وأكثرهم جنونا وغرابة ولا يتحملها العقل، فهي مخصصة لما تركه روجر خلفه. نعم، أقصد كنز الون بيس. النظرية الأكثر انتشارا بين الفانز هي أن كنز الون بيس هو الصداقة، أي أنك من دون أصدقائك لن تصل إلى رافتيل، ودون العمل معا لن تحصل على كنز الون بيس. على الرغم من أن أودا ذات نفسه نفى هذه النظرية وقال بعد كل تلك المهام التي قاموا بها والسنين الطويلة لابد أن أعطيهم شيئا يستحقونه، وقال من المستحيل أن يكون كنز ون بيس شيئا عن الصداقة أو شيئا من هذا القبيل. وأنا أقول أيضا أنه شيء مستحيل، فبالتأكيد حيكون كنز، لأنه حتى روجر قال جوي بوي كيف كان بإمكانك أن تترك هذا الكنز خلفك؟ فبالتأكيد ما كانت رسالة يعني تقول أنه يجب عليك أن تعمل بجد حتى تصل إلى كنز ون بيس. فأنسوا هذه النظرية، يعني يا أخوان كثير منتشرة، يعني أي حد بتكلمه مش متابع ون بيس بقول لك وكنز الون بيس هو عبارة عن الصداقة أو قوة الصداقة. وليس شيء من هذا القبيل. وبس يا أخوان، إلى هنا بنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب وترك تعليق جميل مثلك، وأيضا لا تنسى بدعمنا. وأنا بعتذر على الإنتاج السيء، بس حاليا ما في لا إمكانيات ولا أي شيء، فكنسلوا واهتموا بالمحتوى حاليا، ونحن ناطرين دعمكم، واستنوا مننا دعم أسطوري جاي. والسلام عليكم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.